سبحان الله أنا أحب أن أحدثكم حديثا له تعلق بهذا الدرس. إخواني، من هداه ربنا سبحانه إلى صراط مستقيم فليسأل الله الثبات عليه. لا ينبغي أن يغر أحدنا باستقامة يهدى إليها، بقرآن يحفظه، بعلم يوعيه، بحسنات يصنعها. القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الخير. هؤلاء القراء سمعتم كيف يصفهم ابن عباس؟ هو الذي رأى أبا بكر وعمر، ورأى العشرة المبشرين بالجنة، ورأى سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما رأيت قوما قط أشد اجتهادا منهم. يعني كيف كان اجتهاد هؤلاء؟ أنا ما رأيت، يعني رأيت ناس ترى من كثرة سجوده شيئا نتأ له في جبهته، نتوء في الجبهة، نتوء في القدم، لكن ما رأينا قط إنسانا بلغ أن تكون يده وركبته مثل سفينة البعير. كيف هذا؟ يعني ناس فعلا عندهم زهد في الدنيا. ما قميص واحد الذي عنده إذا اتسخ بحيث لا يمكنه أن يلبس غسله وجلس ينتظر أن يلبس. زهد في الدنيا وحفظ القرآن وصلاة وصيام وقراءة قرآن ومع ذلك يضلون، حتى يصير أحدهم يرى نفسه يعلم الدين ويفهمه لابن عم رسول الله وصهره ومن نشأ في حجره. تصور هذه؟ يخاطب ابن عباس، يرى أن ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم في القرآن، يقول هذا قوم خصمون لا تخاطبوا، لا تجادلوهم ولا تناظرهم. هؤلاء يقول الله فيهم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون. إبليس هذا لا ييأس من ابن آدم، هذا إبليس يتلاعب بالناس. عباد الله، لم يؤتى إنسان شيئا بعد الإسلام أعظم من الثبات عليه والاستقامة عليه حتى يلقى الله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على ما يحبه منا ويرضاه، ونعوذ بالله من مضلات الفتن. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.